يا جماعه انا في مسابقه دخلتها في القران وانا صغير، المبلغ اللي خدته وقتها يعمل دلوقتي 30,000 جنيه في تحدي حفظ القران في 30 يوم. قعدت بقى استرجع شويه ذكريات من المكتب، فافتكرت ان كان اكبر مسابقه وقتها كان مسابقه اسمها مسابقه مصر، هي معروفه بمسابقه مصر، انا ناسي اسمها، واخدت في المسابقه دي 700 جنيه. الكلام ده سنه 2006، في بدايه 2006. تمام، انا سرشت بقى دلوقتي جرام الذهب وقتها كان ب 70 جنيه، يعني 700 جنيه دول يجيبوا لي 10 جرام ذهب. جرام دلوقتي ب 3000 جنيه، يعني دول عاملين 30,000 جنيه. انا كنت داخل على 18 جزء من اول يوسف للناس وجايب 83%. في ناس بقى كانت داخله على القران كله وجابت التسعينات. كان معايا واحد في نفس المسابقه اسمه محمود مادح، ده كان القدوه بتاعتي في المكتب، كان واخد وقتها 2000 جنيه، دول يعملوا لهم مثلا 100,000 دلوقتي. ده المبهر. خد الضحك بقى، بعد ما خدت 700 جنيه كان في اجتماع عائلي، مش اسري، عائلي، العيله متجمعه بنقرر احسن وسيله استثمار لل 700 جنيه. وقتها بقى احنا كنا لسه بنزرع وعندنا البهايم وجبنا البيضه والقشطه والسمنه البلدي والحاجات اللي كلها لاكتوز توليرانس دي. فكان في اقتراح هيكملوا على 700 جنيه ويجيبوا جاموسه، وهي واولادها بقى كلهم هيبقوا بتوعي، في اي وقت باعوهم الفلوس بتاعتي. طبعا انت بتفتكرهم عيل صغير وبيضحكوا عليه وبتاع. التويست بقى في البلان بي، الخطه البديله، الاوبشن الثاني قال لك ليه نكمل عليهم؟ طب ما الفلوس دي نجيب بها خروف ونعجتين ونربيهم ويعملوا قطيع ويبقى القطيع كله بتاع. ممكن تشوف الموضوع مضحك، بس يا جماعه انا دخلت دلوقتي يعني شفت اسعار الخرفان دلوقتي، لقيت الاسعار دي فعلا حقيقيه. يعني انا لقيت على موقع اولكس الفلاحين دلوقتي بقوا بيعرضوا الخرفان على موقع اولكس، نقطه ضعف الفلاح الاب تو ديت عامل في المتوسط مثلا 10,000 جنيه، فب 30,000 جنيه كانوا يجيبوا ثلاثه فعلا. الفكره بقى ان اصلا ال 700 جنيه دول كانوا مسابقه واحده، كان في 200 و100 و50. انا ليه اعتب على ابويا ليه ما اشتراليش فدان ارض، ولا كان خلاني ساري خليجه عندي قطيع من الابل والماعز. والله اللي راح مسابقات قبل كده يقول يا جماعه خد كام سنه كام ويعملوا دلوقتي كام. عندي فضول اعرف بجد، وعندي فضول قوي بقى اعرف جوائز المسابقات دلوقتي عامله ازاي. يعني ابهات الولاد عيالكم بياخدوا جوائز ايه؟ لسه 700 جنيه زي ما هم ولا زادوا ولا ايه؟ وما تنسوش تدعوا لي في تحدي حفظ القران، لسه 10 اجزاء وهبقى راضي تماما عن التجربه. لايك فولو شير، كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.